أنا كتبت خطاب أقرأ معي بسرعة من عدنان ابن محمد العرعور، وكنت أقول المرتد، يعني أريد أكتب مشان لا تناقشني بالارتداد. إلى الأخ المكرم إبراهيم بن عواد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمكنك أن تقول أنت السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فلا يخفى عليكم ما آلت إليه الأمور بين المجاهدين وبين فصيل الدولة من إراقة الدماء وانتكاسات عظيمة في المكاسب التي حققها المجاهدون، وتشريد الألوف من المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ بغير ذنب فعلوا. كل ذلك حصل بسبب الإعراض عن التحاكم إلى شرع الله والالتزام به. وإن البقاء على هذه الحال من التفرق، وأن يلقي كل طرف باللائمة على الطرف الآخر، هذا مهم جدا. لذلك إلى نقط سأنشر البيان. طيب. والوقت ضيق، أعرف أن انتهى الوقت. لذلك ندعوكم للمرة العاشرة، هذه 10 مرة، ندعوكم للمرة العاشرة لما دعا إليه الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى آخر الآية. ندعوكم للتحاكم وإصلاح ذات البين، وأن يكون هذا التحاكم والتحاور جهارا نهارا أمام الناس، ليعلموا الحق من الباطل والعدل من الظلم والمفسد من المصلح. طيب. وأذكركم بقوله تعالى آخر شيء: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين. كل من يتولى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أفي قلوبهم زيغ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنا أدعوك إلى التحاكم، ولأكن ما أكون، فإن لم تجب عن هذه الرسالة فسيعلم المؤمنون والمسلمون والعاقلون من أنت وما هي دولتك. شكرا.